السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ تعالى اعرفكم طريقة عمل فخفخينة الرمان. فخفخينة، واعرفكم كمان طريقة فرط الرمان بطريقة سهلة وبسيطة ومتاخدش معاكم اي وقت. نسمي الله ونبتدي. بس ما تنسوش تعملوا لايك للقناة وتشتركوا فيها. بسم الله. معانا رمان، طبعا الكمية اللي انت عايزاها. ومعانا جوافة برضو الكمية اللي انت عايزاها. ومعانا ليمونة وهقولكوا وقت استخدامها ليه. هوريكم طريقة بقى تقطيع الرمان وفرطه بطريقة بسيطة جدا وسهلة ومتاخدش معاكم اي وقت. هنقطع الرمانة بالعرض مش بالطول، نصين، ونبدأ نعملها زي ما شايفين كده. كفاية على ايدنا ومع بسكينة ايدها تكون تقيلة، ونبدأ نخبط على الرمان من ورا. كل اللي في الرمانة هيفرط وينزل في ايدك على الطبق لغاية ما تبقى فاضية تماما زي ما انتم شايفين كده. في ثواني كان كل اللي في الرمان نازل. طبعا لما ينزل معاكي حاجة من الورق الابيض ده بنشيلها عشان ما يغيرش طعم الرمان. طبعا الايام دي موسم الرمان واحسن وقت له، لان وقت الرمان ده رمان سكري بيبقى مسكر جدا وفي نفس الوقت فيه مزازة حلوة قوي. فاحسن وقت بقى نستفيد منه، نعمل منه حاجات كتير جدا. لسه ان شاء الله الايام الجايه هعمل لكم منه كمان وصفات كتير قوي، فوائده كتير جدا. المفروض ناكل ولادنا منه كتير قوي. كده فرط الرمانه خلاص، في ثواني كانت الرمانه فاضيه. نخلص الكميه بقى كلها بنفس الطريقه. وزي ما قلت لكم لو نزل ورق من الابيض ده نشيله عشان ما يغيرش طعم الوصفه ويمرر الرمان. بس نكمل بقى الكميه كلها وارجع لكم ان شاء الله تاني. معانا بقى دي جوافه، هوريكم برضو بنعمل فيها ايه. نقطعها زي ما انتم شايفين كده، نقطعها بالنص وبمعلقه بنفرغ القلب بتاعها ما نرميهوش، لان القلب ده نعمله عصير وقت نستخدمه في الوصفه. ما نسيبش طبعا فيها بذر عشان ما تضايقش في اكلها. نفضيها كلها من البذر اللي فيها كده. نقطع بقى كميه الجوافه كلها بالطريقه دي ونشيل كل القلوب بتاعتها ايه في طبق عشان نستخدمها في العصير، عشان نعمل منها عصير الفخفخينه. ده شكل حضراتكم شايفينه كده. نعمل كمان واحده عشان اوريكم نفضيها ازاي. طبعا كميه الجوافه اللي انت بتستخدميها زي ما انت عايزه، تحبي تكتري تحبي تقللي زي ما انت عايزه. ولو عندك موز ممكن كمان تستخدمي موز متقطع مع الوصفه دي، بس انا ما كانش عندي، بس بيدي طعم برضو حلو قوي. ليه بنستخدم الجوافه مع الرمان؟ عشان الجوافه فيتامين سي، وما بتاكل الرمان فيه حديد، فهي بتحفز على ان احنا نستفيد من الحديد اللي في الرمان. يعني فيتامين سي بيساعد على امتصاص الحديد اللي موجود في الرمان. بنقطعها بقى بالشكل اللي شايفينه حضراتكم ده زي ما احنا عايزين، حتت كبيره حتت صغيره زي ما انت عايزه. بنقطع الكميه كلها بالشكل ده في طبق، وهوريكم بقى بنطبق الوصفه ازاي. لما جربوا الوصفه دي هتحبوها جدا، وطول ما الرمان موجود مش هتبطلوا تعملوها. الاولاد كمان هيحبوها جدا وهيستفيدوا منها قوي. هقطع بقى الكميه كلها بالشكل ده، وهنفرد برضو الرمان اللي عندنا كله ونخلصه.
هكمل ان شاء الله تقطيع وارجع لكم بقى تاني اوريكم نعمل ايه. زي ما انتم شايفين قطعنا الجوافه كلها والرمان كله فرطناه، وكميه القلوب كلها خدناها. هنحط على 3 جوافات كاملين عشان نعمل منهم العصير. القلوب كلها والثلاث جوافات دول 3 2 4 زي ما انت عايزه، حسب ما تحبي كميه العصير بتاعتك وحسب ما تحبي سمكه. طبعا العصير بيبقى تقيل شويه عشان يفخفخينا. من الليمونه بقى بنقطعها ونحطها على زي ما هي بقشرها على الجوافه علشان العصير ما يسودش. الجوافه بتسود، فبنحط عليها ليمونه بقشرها، وطبعا العصير ده كله هيصفى علشان ما يسود. وهناخد من الرمان جزء من اللي احنا فرطينه دوت نحطه كمان على العصير ده يتعصر معاهم، بيدي طعم جميل قوي وبيدي مزازه وفايده. ونحط بقى كل ده في الخلاط، الجوافه على القلوب على الليمونه على 3-4 معالق رمان زي ما انتم شايفين كده. بنحط جزء من الرمان عليهم، ونحط طبعا عليهم السكر زي ما انت عايزه التحليه بتاعتك، الكميه اللي انت عايزاها من السكر، ونحط ميه عليهم نعصر بميه. كل ده هيروح على الخلاط يتعصر، ووريكم هنعمل ايه. هنصفيه طبعا بعد ما نعصره عشان الرمان وعشان بذر الجوافه والليمون، وهوريكم هنعمل ايه ان شاء الله. دلوقتي كده دي كميه الرمان اللي عندنا معصوره، طبعا بينزل ميته بيبقى مفيد قوي. وده العصير اللي احنا عصرناه وصفناه، والجوافه مقطعه. هنحط الجوافه كلها على الرمان، والرمان طبعا منزل ميته حمرا ومفيده جدا، نسيبها زي ما هي. هنحط جوافه على الرمان ونخلطهم على بعض. زي ما قلتلك لو عندنا موز بنقطع عليهم 3-4 صوابع موز، برضو بتدي طعم حلو قوي. بس اتقلبت كلها على بعضها كده، بعد كده بننزل عليها بالعصير اللي احنا عصرينه. طبعا بيبقى طعمها تحفة جدا، لما هتجربيها مش هتبطلوا تعملوها. عايزاكم تجربوها وتقولوا رأيكم فيها ايه، وبألف هنا يا رب. اكتبوا رأيكم في التعليقات، واكتبوا لي كمان الوصفات الدمياطي اللي انتوا عايزين نعملها لكم. تخيلي بقى مطبية من دي لابنك، مفيدة جدا وفيها كل الفوائد، وخصوصا الاولاد عندهم انيميا، مفيدة جدا جدا. بألف هنا، مع السلامة.